بعد ما ناس كتير اتكلمت عن مواصفات الايفون 16 اي الجديد اللي ابل اعلنت عنه يوم 19/2، وهيكون متوفر في الاسواق او هيتم التسليم بتاعه يوم 28 فبراير. فالنهارده بقى انا جاي اكلمك عن الجهاز ده، اقول لك هي مواصفات الجهاز، واقول لك كمان ايه اللي بيميز الجهاز ده اصلا، وليه معمول عليه ضجة كده. لأن الجهاز ده فعلًا بيجيب حاجات قوية جدًا، وهيخلّيك تفكّر في الجهاز ده بدل ما تروح لأي جهاز تاني من أبل. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناة، اشترك في القناة عشان نوصل ل100,000 مشترك في أقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويالّا بينا نبدأ الفيديو سريعًا جدًا، جدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي ولا نتكلم في اي حاجه، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا دايما، ربنا ينصرهم على عدوهم، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. مبدئيا كده الجهاز ده انا متحمس له جدا جدا، وفعلا الجهاز ده لو سعره في مصر بقى مناسب هروح اشتريه واعمل لكم فيديو عنه اول ما ينزل مصر. ولكن خليني اقول لك ايه اللي بيميز الجهاز ده وايه اللي مخليني اصلا متحمس للجهاز ده. اول حاجه خلينا نتكلم عن تصميم الجهاز البيرفكت والمثالي بالنسبه لي، هو ان الجهاز بيجي بكاميرا واحده في الظهر، وبتصميم نفس تصميم الايفون 14، الايفون 13، التصميم اللي بيكون بحواف او فريم حاد، وكمان ظهر زجاجي، ولكن هنا الظهر الزجاجي مش لامع ولكن مصنفر. اكتر حاجه بتميز التصميم ده بعيدا عن شكل الكاميرا السيمبل قوي اللي في الظهر، وشكل الظهر اللي قريب جدا لو من بعيد كده تحسه ايفون اكس ار لانه بكاميرا واحده، ولكن اكتر حاجه بتميز الجهاز ده وانا معجب بيها جدا هو وزن الجهاز. وزن الجهاز هنا 167 جرام، انت بتتكلم في اقل من 170 جرام. الجهاز ده هيكون بيرفكت واحلى جهاز ممكن تمسكه في ايدك، لان كمان وزن الجهاز هنا مش 167 جرام وحجمه صغير، لا حجمه 6.1 من 10 انش، لان متعودين ان قبل كانت بتنزل الاس اي بيبقى حجم الشاشه صغير جدا، ولكن الجهاز هنا 6.1 من 10 انش. الجهاز كمان بيجي مقاوم لمياه الغبار بمعيار اي بي 68، والفريم كمان بيجي من الالومنيوم. وبصراحه الجهاز ككل شكله شيك جدا، والجهاز بيجي بلونين الابيض والاسود بس. وطبعا تصميم الشاشه اللي ممتاز فيه انه جاي بنوتش الصغيره اللي هي بتاعت الايفون 14، وده شيء كويس جدا لان انت بتتكلم ان انت واخد نفس تصميم الايفون 14 العادي. صراحه تصميم جامد جدا في الشاشه، فانا مبسوط من التصميم بتاع الشاشه جدا. فهل تصميم الشاشه بس اللي مبهر ولا مواصفات الشاشه كمان؟ لا، مواصفات الشاشه بصراحه مبهره جدا، لان احنا متعودين في اجهزه الاس اي بناخد شاشه اي بي اس، ولكن اخيرا انت بتاخد هنا شاشه سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد، شاشه اوليد بالوان مشبعه، الوانها تحفه. وطبعا للي بيستخدم شاشات ابل الاوليد هيبقى عارف ان الاوليد فرقه جدا عن الشاشات الاي بي اس، وفعلا الوانها بتبقى ممتازه جدا، واستخدام الشاشه اصلا بيبقى ممتع اكتر لانها اوليد، لانك بتشوف محتوى الشاشه بشكل افضل كتير. ومش بس كده، بتدعم محتوى الاتش دي ار 10، يعني تقدر تشوف محتوى اتش دي ار 10 على الشاشه دي. وكمان نسبه سطوع الشاشه هنا 800 نتس وبتوصل ل 1200 نتس، فده شيء جبار في الجهاز ده. حتى كثافه البكسلات هنا 457 بكسل لكل انش، يعني بتتكلم في حوالي 460 بكسل لكل انش، نفس كثافه البكسلات اللي موجوده في ال 16 برو ماكس وال 16 برو والاجهزه البرو والاجهزه عموما بتاعه ابل. كثافه البكسلات كلها متقاربه، فبصراحه هتديك حديه للشاشه ممتازه، واللي جرب الشاشات بتاعه ابل هيبقى عارف انا بتكلم في ايه. فعلا هتاخد شاشه شارب جدا. الموضوع كمان هنا مش مجرد انه مديك مواصفات شاشه حلوه، لا كمان مديك شاشه بحمايه سيراميك شيلد، يعني واخد اقوى حمايه موجوده من ابل لحد الايفون 15، لان انتوا عارفين ان 16 نزل بحمايه السيراميك شيلد الجيل التاني اللي بقت اقوى شويه من قبل كده. فانت متخيل كل المواصفات دي في جهاز بالسعر ده؟ طبعا انت تقول لي ايه السعر، انا ما اعرفش السعر. خليني اقول لك على معالج واداء الجهاز ده الاول، وبعد كده نتكلم عن السعر عشان تعرف ان اللي انا بقوله ده فعلا ما ينفعش في السعر ده تماما. الجهاز هنا بقى بالنسبه للاداء بيجي بمعالج ابل A18 A18 الجديد، احدث معالج من ابل بتقنيه ال 3 نانومتر، يعني حاجه كده خرافيه. اعلى معالج في ابل باعلى تقنيه اللي هي 3 نانومتر، فانت يعني مستني ايه؟ ده اعلى معالج موجود في ال 16 العادي. يعني انت من الاخر كده معاك جهاز ب 600 دولار، ايوه زي ما سمعت كده، الجهاز ده ب 600 دولار، يعني لو حسبناها بالمصري هتلاقي في حدود 30,000 جنيه. الجهاز ده بيجي باحدث معالج من ابل، بيجي بتصميم جامد جدا، بيجي بشاشه حلوه جدا، كل حاجه في الجهاز جامده، حتى ماسكه الجهاز، حتى وزن الجهاز ممتاز جدا. وكل ده ب 600 دولار بس، يعني بتتكلم في 30,000 جنيه. 30,000 جنيه دي
يعني أقل من الأيفون 13. لو جيت تروح تشتري الأيفون 13 جديد دلوقتي هتلاقيه في رينج الحاجة و30,000 جنيه. فأنت بتتكلم في نفس الرينج ده هتاخد جهاز، يعني لو هتقارن ده بالأيفون 13 فده يكتسح الأيفون 13 في كل حاجة. فأنت معالج أفضل، كل حاجة في الجهاز أفضل فعلًا. حتى رامات الجهاز هنا 8 جيجا بايت رام لو هنقارنها بالأيفون 13 اللي كان بييجي 4 جيجا بايت رام بس. طبعًا هترد تقول لي طيب ماشي، ده بالنسبة للمعالج والأداء والكلام ده كله. طب هل الكاميرات بقى، لأن ده كاميرا واحدة، طب كاميرا واحدة أكيد الأيفون 13 اللي بييجي بكاميرتين هيبقى أفضل. أحب أقول لك إن الكاميرا الأساسية اللي موجودة هنا 48 ميجا بكسل، الكاميرا اللي موجودة في الأيفون 16 العادي. يعني أنت واخد كاميرا بتاعة أحدث سلسلة موجودة حاليًا من أبل، فأنت مستني إيه أكتر من كده؟ بجد الجهاز ده يكتسح الأيفون 13 في كل حاجة. الكاميرا ال48 ميجا بكسل اللي جرّب التصوير من الأيفون 16 العادي أو حتى ال15 العادي هتلاقي فرق كبير جدًا في الأداء بتاع الكاميرا والتفاصيل وفي كل حاجة، وكمان بتقدر تصوّر 2x portrait، يعني مش مجرد إن أنت تاخد 1x، لأ أنت يعتبر معاك كاميرتين، لأن ال48 ميجا بكسل هنا بتقدر تاخد فيها crop وتصوّر صور بورتريه 2x جامدة جدًا. وكمان الجهاز بالنسبة لتصوير الفيديو لو أنت بقى حد عايز تعمل محتوى أصلًا أو تبقى صانع محتوى بمجرد موبايل، الجهاز ده هيكون أكتر حاجة حلوة ليك لأنه بيصوّر 4K لحد 60 فريم في الثانية، وبquality الكاميرا اللي بتطلّعها 48 ميجا بكسل هتلاقي الموضوع ممتاز ومنقول في حتة تانية. أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي 12 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.9، والمميز في الكاميرا الأمامية هنا إن فيها auto focus. الأيفون 13 ما كانش فيه auto focus أصلًا، فأنت متخيل أنا باتكلم في إيه؟ يمكن الأيفون 14 على ما أتذكر برضه ما كانش فيه auto focus، الauto focus اتضاف في سلسلة ال15 حاجة زي كده، أو كان موجود في ال14 برو، ال14 برو ماكس، أنا مش متذكر بالضبط. ولكن فكرة إن جهاز في رينج $600 فيه في الكاميرا الأمامية أوتو فوكس، فده شيء ممتاز جدًا بالنسبة لأجهزة أبل، ومقارنةً برضه بالأيفون 13، لأن أنا باقارن بالأيفون 13 لأن هو في نفس الفئة السعرية بتاعته بالنسبة لمصر يعني، لأن الجهاز عندنا حاجة و30,000 جنيه، والجهاز ده برضه بينزل بحوالي 30,000 جنيه، وده طبعًا لسه ما اتضافتش الضرايب والحاجات دي، فما أعرفش سعره هيوصل لكام. وحتى الكاميرا الأمامية هنا بتصور 4K لحد 60 فريم في الثانية، يعني تقدر تعمل فلوجات بالموبايل ده عادي جدًا. ومش بس كده، الجهاز ده كمان بييجي بستيريو سبيكر، يعني حتى تجربة المشاهدة اللي هتاخدها على الشاشة الOLED هتكمّلها بمتعة الspeaker اللي موجودة في الجهاز اللي بتكون ستيريو، فالجهاز أنت سامع الصوت من حواليك ومن كل اتجاه من فوق ومن تحت. كل بقى ده كوم، واللي هاقول لك عليه دلوقتي كوم تاني، لإن دي حاجة فعلًا مميزة جدًا، جدًا في الجهاز ده، إنه بييجي Type C. زي ما أنتم عارفين إن Apple خلاص ما بقتش تنتج أي جهاز بlightning، فالجهاز ده نازل بمنفذ Type C، يعني هتقدر تشحن الجهاز بتاعك بأي وصلة Type C معتمدة طبعًا وتكون أصلية من أي براند أيًا كان، بس تكون معتمدة عشان ما تضرش الجهاز بتاعك. فبصراحة الموضوع ممتاز جدًا. ومش بس كده، الجهاز بييجي بFace ID، لإن طبعًا ما بقاش في home button زي الأجهزة الSE. دلوقتي إحنا بنتكلم في أيفون 16e، فبقى كمان في Face ID، فبصراحة ده شيء مبهر برضه، لإن أنا بصراحة يعني أنا مستني الجهاز ده بفارغ الصبر عشان أجيبه وأجربه وأشوف التجربة الفعلية بتاعته، لإنه فعلًا الجهاز جميل أوي، أوي. أما بالنسبة للبطارية فما فيش معلومات عنها الساعة بتاعتها قد إيه ولا الكلام ده كله، ولكن Apple في المؤتمر بتاعها قالت إن البطارية هتكمّل معاك وهتبقى ممتازة وهتأدّي الغرض معاك عادي جدًا. فده برضه شيء هنجربه لمّا نمسك الجهاز ونستخدمه ونشوف الجهاز فعلًا كبطارية وكأداء حلو والّا لأ. طبعًا باتكلم على أداء البطارية مش أداء الجهاز، أداء الجهاز أكيد جبار لإنه بييجي بأعلى معالج في الأجهزة العادية حاليًا. طب هتقول لي بقى كرأيي أنا في الجهاز ده، إن أنت لو دلوقتي بتفكر تشتري أيفون 13 أو أيفون 14 تشتريهم والّا تستنى الجهاز ده؟ أقول لك بكل بساطة لازم تستنى الجهاز ده، لإن الجهاز ده هيقدم لك تجربة أحلى بكتير من اللي هتاخدها من ال14 العادي ومن ال13 العادي، ككاميرا وكأداء يعني بُص كل حاجة، كل حاجة هتاخد أحلى من الأجهزة دي. وده شيء برضه فيه سلبيات شوية، وإيه هي السلبيات؟ إن أجهزة ال13 وال14 اللي حتى الآن بتتباع في السوق المصري جديدة وفي بعض الأسواق، الأجهزة دي بعد كده ما أظنش إن حد هيروح لها، لإن معظم الترشيحات هتكون رايحة للأيفون 16e، أو بمعنى أصح الأجهزة بتاعة أو سلسلة الأيفون 16 من أول أيفون 16 العادي لحد الأيفون 16e بما فيهم البرو والبرو ماكس والبلس، الأجهزة دي هي اللي هتكون مرشحة أكتر، لإن إحنا قبل كده كنا بنرشح أجهزة أرخص شوية للناس
اللي بتكون عايزه اجهزه بادجت قليله او اقل من اجهزه سلسله ال 16. فدلوقتي سلسله ال 16 اتضاف لها الايفون 16 اي، وده هيكون مناسب جدا لاي حد عايز يروح للفئه الاقل في السعر، وهيكون منافس قوي جدا في السوق. فبصراحه انا متحمس جدا للجهاز ده، وان شاء الله ان شاء الله اقدر اجيب الجهاز ده واعمل لكم عنه ريفيو. وطبعا ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه. احنا دلوقتي بنتكلم في 88 الف مشترك، عايزين نوصل ل 100 الف مشترك في اقرب وقت. وطبعا ما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده، ولينك انستجرام عندك في الكومنت، لو عندك استفسار كلمني هناك. وما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديو اللي فاتت، انتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.